هنعمل بقى بيتزا النهاردة. البيتزا السايلة والسهلة وكل حاجة. بصوا بوريكم بقى الظهر بتاعها هنا، عشان في الاخر الفيديو هتشوفوا ان حصل حاجة كده ما صورتهاش يعني، فهتشوفوا معايا هنا بس عشان ما نتوهش من بعض. هنا باكو خميرة بحاله كده، حطيتها نص معلقة بيكنج باودر كبيرة، نص معلقة، ومعلقة سكر هنحطه عليها، ونص كوباية مية دافية، نص كوباية مية دافية. هنحط بيضاية عليها، يعني مش نص كوباية كوباية الا ربع كده مية دافية، عشان ما كوباية الا ربع، يعني مش أقل، يعني ازيد من النص. هنا حطيت ربع معلقة ملح، وحطيت البيضاية. هحط ربع كوباية زيت، ربع كوباية زيت عليها، وحبة خل، وقلبي كله مع بعض. يبقى كوباية الا ربع مية دافية، وباكو خميرة بحاله، ونص معلقة بيكنج باودر، معلقة سكر، ربع معلقة ملح، وربع كوباية زيت، وقلبناهم على بعض. وهنحط الزبادي كمان، سبتهم ثواني كده وهنحط الزبادية، وقلبي. دي الزبادية العادية البلدي، يعني اللي هي العادية خالص، مش نوع اللي هو المغلف يعني، عشان تبقى حجمها كبير شوية. وكوباية ونص دقيق، وقلبي كله مع بعض حلو جدا جدا، وهنسيبهم بقى. ده المضرب الحمد لله عمال برضو يتخلع، مش عارفة فيه ايه. قلبيهم حلوة قوي قوي، وبعدين روحي مغطياهم وسايباهم. انا سبتهم ربع ساعة ناحية على المطبخ كده، ناحية البوتاجاز، عشان يبقى بسرعة يعني. انت حسب المطبخ بتاعتك وحسب حرارة المطبخ بتاعك يعني. انا مش عايزاها تخمر قوي، هي سنة كده يعني. نسيبها كده، يعني ايه، تهدى وتعلى ثواني يعني. بصوا الحجم، جميلة جدا. جيبي بقى صينية عندك مربعة، جيبيها مدورة، اي حاجة. انا اعملها في صاج الفرن عندي هنا، قلت اعملها مربعة كده، وحطي بقى فيها. هي مش هتبقى عالية قوي، بس حلوة دي يعني البيتزا السهلة بتبقى كده اصلا. وظبطيها كده وفرديها على حجم الصاج بتاعك او الصينية بتاعتك. هي كده كده عبال ما بترصي الحاجة عليها، والحشو بتاعها عليها. الحشو ده اختياري يعني، ما حاجة تخصك بقى. انا حطيت الجبنة مبشورة، جبنة رومي مبشورة، وهحط جبنة عادية برضو رومي برضو عليها كده. ظبطي بقى الدنيا، عايزة تحطي نوع جبنة تاني فبراحتك، حطي موزاريلا، حطي نوع تاني، حاجة تخصك بقى. دي جبنة في التلاجة عادية والله كده، رحت مطلعاها وقلت ايه، احطها برضو عليها، ازودها يعني. بس طعمها حكاية وسهلة، ولا فرد، ولا تعملي دقيق، ولا توسخي الدنيا. بصي حاجة كده سريعة وسهلة، وتعمليها في عشاء، في فطار، في أي حاجة. هنا عندي زيتون مخلي قطعته، وعندي فلفل حامي، وعندي بصل أخضر قطعته، ده بصل أخضر. وفلفل ألوان برضو اللي لقيته عندي، يعني عادي، ما تعمليش اللي أنا بحطه. حطي أي حاجة وتطلع زي الفل وجميلة. فلفل الوان على فلفل عادي حامي على زيتون مخلي على بصل اخضر قطعته. ورصي الزيتون كده كله بيترص عليها. بواقي التلاجة عندك شوفي فيها ايه وحطي. ما الحشوة دي حاجة تخصك انت يعني. حبة لحمة مفرومة على جنب، كده يعني. انا هعملها بالبسطرمة. هحط كده، اقطع البسطرمة كده عليها واروح حطها. جميلة جدا يا جماعة، جربوها والله ما تندموا. وسهلة وسريعة وحلوة وخفيفة وكل حاجة. عايزة تعمليها بالجبنات بس اعمليها.
بسم الله ما شاء الله، وما خدتش. انا مشغله الفرن برضه على 180. خلي بالك من الفرن بتاعك. ثواني. ده يعني كذا فص توم كده هرستهم، واحط عليهم معلقتين زيتون، زيت زيتون. احطي زيت عادي، انا برضو عندي زيت الزيتون. قلت يعني ايه يديله طعم تغيير شويه حلو يعني. واحطيهم فوق الوش كده. عارفه الريحه وهي في الفرن حكايه. جربيها وشوفي. هدخلها الفرن بقى على 180. ما خدتش 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق، انا ما شغلتش الشوايه ولا حاجه. وطلعتها. بصوا حاجه كده فظيعه. حطي عليها الكاتشب بتاعك بقى وكلي. وقطعي بقى كده. انا مش هلحق اقطعها عشان هنا وانا بصور الستاند هيقع بالموبايل بكله. والموبايل حتى الحمد لله رب العالمين اتشرخ. وعلى بال ما ظبطناه كنا احنا جعانين فكلنا واحنا واقفين. بعد كده هصورها لكم وهي ايه ومتاكله نصها يعني، عشان بس تتاكدوا انها حلوه من تحت من الظهر. انا هنا بحط الكاتشب عليها. ولسه هخرط بقى فرح الستاند كله. بصوا انا ما رضيتش اقطع اقص دي. والله ما رضيت اقصها. بعد ما ظبطنا الموبايل وظبطت بقى يعني هي اشتغل سنه. بصوا كنا احنا كنا منها فبوريها لكم. لحسن تقولوا عليا كدابه ولا حاجه اني طلعت فيها حاجه. تحفه تحفه تحفه. جربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.